तक मेरे हो अखियां ना रोए You're watching dog. You're watching. तेरे। النجمة الهندية جانفي كابور تحكي عن والدتها الراحلة سيديفي. وللمتابعة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شاركت النجمة الهندية جانفي كابور صورة بالأبيض والأسود لوالدتها مع أمها. إنها صورة تذكارية نرى فيها سيديفي جالسة في حجر والدتها في موقع التصوير. وقد تمنت جانفي لو كانت هي كذلك في هذا المكان لنفس الصورة في حجر أمها بجانبها، لكانت أسعد فتاة في حياتها. هذا وقد شاركت جانفي صورة مرئية من طفولتها مع والدتها عبر حسابها على موقع انستغرام، وذلك في مناسبات مختلفة خاصة في عيد الأم. علما أن الراحلة سيديفي هي واحدة من السيدات الرائدات اللائي حققن نجاحات متعددة، وكان لديها العديد من الأفلام في شباك التذاكر. وقد توفيت الممثلة الراحلة في عام 2018، وتركت ابنتيها الجميلتين جانفي كابور وخوشي كابور وزوجها بوني كابور. وللذكر فإن جانفي تتحدث أيضا عن أكبر حرب مرت في حياتها عندما فقدت والدتها التي كانت جنبا إلى جنب معها. وقد أثبتت جانفي براعتها في التمثيل، وكثيرا ما أعربت عن امتنانها لوالدتها التي وفتها المنية قبل إطلاق فيلمها الأول. وقد فتحت أبوابها للتعامل مع فقدان والدتها. لقد كان موت سيديفي مؤسفا باعتباره موجة صدمة للأمة بأكملها، عندما لم يستطع أحد استيعاب وفاة أفضل نجوم السينما الهندية. قد كافحت جانفي مع الحياة لتحقيق أمنيتها. وفي مقابلة مع جريدة هندية سئلت جانفي عن أكبر حرب تلقتها في حياتها، حيث تدور أحداث فيلمها بوال حول الحرب العالمية الثانية، وقالت: الذي تأثرت به آنذاك أكبر حدث هو عندما فقدت والدتي، وكان العثور على الإرادة لمواصلة العمل وطريقه للتعامل مع الموقف الذي كان يحدث في ذلك الوقت أمرا صعبا، مؤكدة بأنها أكبر حرب مرت في حياتها. وللإشارة فإن سيديفي قد ولدت في 13 من شهر غشت 1963 في تاميل نادو الصغيرة، وتوفيت في 24 من شهر فبراير 2018 لأزمة قلبية مفاجئة في دبي في دولة الإمارات على عمر من يجر 54 عاما. بدأت مسيرتها الفنية عام 1978 وقامت ببطولة أكثر من 150 فيلما مع كبار نجوم السينما الهندية. وفور إعلان نبأ وفاتها تجمعت حشود كبيرة أمام منزلها في مدينة مومباي، وأعرب الكثير من نجوم بوليوود ومسؤولون سياسيون كبار في الدولة عن حزنهم وصدمتهم برحيل النجمة الكبيرة، لأنها كانت من رائدات صناعة السينما الهندية. تعتبر سيديفي واحدة من ألمع وأنجح الممثلات في صناعة السينما الهندية، كما تشتهر بجمالها الأخاذ وموهبتها في التمثيل. فهي لم تعمل فقط في صناعة السينما الهندية، ولكنها عملت أيضا في صناعة أفلام أخرى. عملت في أكثر من 3 صناعات سينمائية. نتيجة لذلك كانت تتقن العديد من اللغات مثل الهندية والإنجليزية والتاميلية والتيلغو والكندا والماليلامية